عارفين ايه مشكله البلاك فرايداي؟ انه بيشجعك تصرف كتير. عارفين ايه مشكلتي انا بقى؟ انا بصرف من غير حاجه اصلا، مجرد ما بقبض من هنا واوردر في التاني في التالت، والدفع الاونلاين مش بيخليني احس انا بصرف كام وفين. بس اللي بيحصل اني بعيط بعدين. فقررت اني لازم اخد موقف واخلي حد يتابع مصاريفي، يعني يحدد لي كل حاجه بصرف فيها بشكل منفصل، سواء كان شوبينج، خروجات، مصاريف معيشه، مصاريف الاولاد. ويا سلام بقى لو يفكرني لو ليا في فلوس شغل عند حد، او حتى انا استلفت وحد اللي ليه فلوس عندي، وكل ده يسجلهولي بتواريخ. اصل انا الصراحه الذاكره يا دوبك، وكحد معظم شغلي فريلانس علشان هندسه ما بتاكلش عيش، فاكتر ميزه خطيره بالنسبه لي انه تلقائي بيحول اي مبلغ بسجله بعمله تانية، سواء كان دولار او ريال، ويحسبه بالعمله الاساسيه اللي انا اخترتها وهي الجنيه. فانا هعتبر كاونت اي كيو الحد المسؤول عن حياتي الماليه من النهارده، علشان انا طلعت مش قد المسؤوليه. وكده كده هسيب لك اللينك في البايو، وبس كده.